ضربة البداية وكاس العالم للأندية خلاص هيبتدي يوم الحد، صباح الحد اللي هو فجر الحد. ماتش افتتاح ما بين انتر ميامي الأمريكي والأهلي المصري، كل التوفيق للأهلي طبعا. فماتش الافتتاح خلاص داخلين عليه. السلام عليكم واهلا بيكم في حلقة جديدة على سبراي سبورت. كاس العالم واجواء كاس العالم وكل حاجة عن كاس العالم خلاص احنا داخلين عليه. وماتش الافتتاح يوم الحد فجر الحد هيبقى الساعة 3 بين الاهلي وانتر ميامي. انتر ميامي طبعا البلد المستضيفة لانتر ميامي الامريكي. بس قبل ما ندخل في كاس العالم هنتكلم عن صفقات الميركاتو الصيفي للاندية في اوروبا وكل حاجة. اول حاجة ريال مدريد عمل صفقات كتيرة في الميركاتو الصيفي، اخرهم كانت صفقة ديان هواسين. ريال مدريد يعلن تعاقد مع ديان هواسين جاي من نادي بورموس الانجليزي. وليفربول اتعاقد مع لاعب من ليفركوزن، نادي ليفركوزن، جيرمي فريمينج. وطبعا لوكا مودريتش خلاص بعد ما يخلص كاس العالم للانديه مع ريال مدريد هيسافر لايطاليا ميلان وينضم الى صفوف اي سي ميلان. وعندنا كيفن دي بروين هينضم خلاص لصفوف نابولي، هو سافر ايطاليا ووصل وبيخضع للكشف الطبي وهينضم لهم في الموسم المقبل. ومانشستر سيتي بتعمل 4 صفقات، رابع صفقه تعملها في مانشستر سيتي. عملت صفقات في الميركاتو الصيفي ده. اول اللاعب الفرنسي ريان شرقي اللي جاي من نادي ليون الفرنسي، والصفقة التانية كانت الجزائري ريان نوري، والصفقة التالتة كانت ماركوس بريتيلي، والصفقة الرابعة كانت تاني ريندرز من ميلان الإيطالي. 4 صفقات لمانشستر سيتي. بكده بتستعد خلاص لكأس العالم للأندية. مانشستر سيتي وقع زي ما قلنا معاها العين الإماراتي ومعاها، ترجعوا الحلقة اللي فاتت كنا قايلين المجموعات كلها. فمانشستر سيتي بتستعد بقوة. وتصريحات جوارديولا أخذ الدكتوراه من جامعة مانشستر، وكان طبعا اتكلم في حاجات كتيرة عن الموسم المقبل بتاعه، هو أهم موسم بالنسبة له عشان الموسم اللي فات كان مخيب للأمال لبيب جوارديولا. ده كانت كل ميركاتو الصيفي. وبرشلونة خلاص قربت تعلن عن صفقة جديدة اللي هي صفقة حارس اسبانيول خوان جارسيا. هتعلن عنه يوم الاربعاء المقبل، جاي من اسبانيول، عنده 24 سنة. وتيرشتيجن مستقبل تيرشتيجن هو بيطلب من الإدارة يوضح لهم موقفه، هل هيكمل معاهم ولا لا، عشان ممكن لو ما لعبش هو هينتقل لنادي اخر. فده كان الميركاتو الصيفي حتى الان في اوروبا. وطبعا كل الانديه خلاص بتستعد الانديه اخذت الانديه اللي مش هتشارك في كاس العالم للانديه واخده راحه اجازه، بعد كده هتدخل في استعداد الموسم الجديد في شهر 7. وخلاص الانديه التانية اللي مشاركه في كاس العالم للانديه خلاص كلها سافرت واعلنت القوائم بتاعتها للماتشات بتاعت كاس العالم للانديه. وضربه البدايه زي ما قلنا هتبتدي يوم 15/6 فجر يوم الاحد بالظبط. طبعا في فرق التوقيت، في امريكا هيبقى يوم 14 واحنا عندنا في الوطن العربي هيبقى يوم 15. استعدادات كاس العالم للانديه خلاص احنا كده. بس قبل ما ندخل في كاس العالم للانديه انا بالنسبه لي هنتكلم، نسينا نقول حاجه، تشكيله الموسم بالنسبه لي في اوروبا. افضل تشكيله دي انا اخترتها، دي وجهه نظري يعني. فاكتب لنا في الكومنتات التشكيله بتاعت افضل تشكيل في اوروبا الموسم ده. هنقول لك التشكيله بتاعتي بالظبط. التشكيله بتاعتي في حراسه المرمى عندنا اخترت دوناروما، وعندي اخترت باك يمين باك رايت اخترت اشرف حكيمي. هو اشرف حكيمي بيلعب وينج كمان بس خليته باك. واخترت قلب الدفاع ماركينيوس ونيجو مارتينيز لاعب برشلونه مدافع برشلونه. واخترت باك ليفت اخترت اليخاندرو بالدي. وفي نص الملعب اخترت بدري، واخترت جنبه داني اولمو 2 اسبان. واخترت قدام يمين يامال وينج رايت ووينج ليفت رافينيا. وفي النص بلعب صانع الالعاب اخترته ديمبلي. وقدام حطيت راس حربة كيليان امبابي. طبعا هو هداف الدوريات ال5 الكبرى. وكنت ممكن اختار صلاح بس قلت صلاح الاحسن، هو ما بيلعبش راس حربة صريح يعني ايه، واكترها بيبقى وينج شمال او وينج رايت. بس هو بيلعب اكتر ناحية الوينج رايت عشان هو بيلعب بشماله. بس قلت اختار راس حربة كده لان امبابي بيعرف يلعب راس حربة، فده اخترته. ده التشكيل ده من وجهة نظري افضل تشكيل في اوروبا الموسم ده. فاكتب لنا في الكومنت ايه افضل تشكيل بالنسبه لك وايه رايك في التشكيل بتاعي. قائمه البالندور كانت صحيفه منزلاها الترتيب بتاعها. كان اول واحد لامين يامال، وتاني واحد كان عثمان ديمبلي، وتالت واحد كان بدري، ورابع واحد كان محمد صلاح، والخامس كان كيليان امبابي. دي القائمه بتاعت المرشحين للبالندور. دي كانت صحيفه منزلاها بالارقام والاحصائيات اللي هم
ممكن يترشحوا بيها هتبقى بالترتيب ده. وطبعا قيمة تسويقية لامين يامال تخطت 200 مليون يورو. هو لعيب يعني ايه هو لعيب صاعد 17 سنة والمستقبل كله قدامه، هو يوصل بالقيمة ديت فحاجة انجاز ليه كبير جدا وانجاز لبرشلونة، واهم حاجة يستمر. وبغض النظر اللي هو خسر بطولة دوري الأمم الأوروبية، بس هو لسه المستقبل قدامه بطولات كتيرة، ممكن يكسب عشرات البطولات 20 بطولة ولا حاجة، فقدامه لسه بدري. أهم حاجة هو يركز في الكورة ويستمر، عشان في لعيبة ياما لعيبة كانت زيه وأحسن وكانت طالعة بسرعة الصاروخ وما كملتش. أهم حاجة يكمل، يستفيد، يتعلم من ميسي وكريستيانو رونالدو. طبعا الميركاتو الصيفي مستمر، احنا لسه في البدايات، بنقول يا هادي مستمرين معاكم في الميركاتو الصيفي والاستعداد للموسم الجديد باذن الله. وهندخل خلاص بقى في كاس العالم للانديه. الفتره دي هيبقى فتره توقف كاس العالم للانديه من 15/6 حتى 30/7، فمستمرين بقى هندخل في كاس العالم للانديه واستعدادات الفرق، وطبعا استعداد النادي الاهلي المصري. الاهلي طبعا بعد ما تعادل مع باتشوكا 1-1 وخسر بضربات الترجيح، كان ماتش ودي، كان استعداد لماتش كاس العالم قدام انتر ميامي اللي هتلعب يوم الاحد. الاهلي ظهر يعني ايه عنده مشاكل دفاعيه وعنده مشاكل في قلب الملعب كتيره، بس الاهلي برضو هو محتاج تنظيم دفاعي عشان يظبط الماتشات بتاعته. 3 ماتشات انتر ميامي وبالميراس وبورتو، الماتشات 3 ماتشات مش سهلين. يعني اول ماتش الناس مستهزئه شويه بانتر ميامي اللي هو لعيبه كبار وميسي كبير ماشي، بس في ميسي واللعيبه كبار وبدنيا مش قد كده وبيخسروا في الدوري الامريكي ماشي، اللعيبه مخلصه، بس قدام في البطوله مهمه، ماتش افتتاح في امريكا وانتر ميامي الامريكي، فماتش مش هيبقى سهل. كل العالم بيتفرج على الماتش ده وميسي موجود في الملعب، فالماتش يعني ايه، انتر ميامي حظوظها كبيره، فيها ميسي، فيها سواريز، فيها بوسكيتش، فيها جوردي ألبا، بس ميسي طبعا 37 سنه، بس ميسي يزال ميسي افضل لاعب في تاريخ كره القدم. فما ينفعش الاهلي يستهتر بانتر ميامي. الاهلي اكيد محترم انتر ميامي كتير، يعني هي بس التصريحات اللي احنا ايه 11 حاجات دي بس تمام، بس لازم يعني ايه في الملعب لازم تركز جدا. يعني ايه الهفوه قدام ميسي هتشيل. ميسي مش بيرحم. ميسي كان بيلاعب كولومبيا واتطرد من الارجنتين لاعب وكانوا خسرانين 1-0 وفي الاخر اتعادلوا 1-1. ميسي بقى خلص الماتش راح واخد الطياره من الارجنتين، رجع امريكا، رجع ميامي ونزل التدريبات. يعني ميسي مش بيهزر. يعني ايه، يعني انت لو تيجي تبص في لعيبه في الدوري المصري بتطلع هجمه واحده بتلاقيها ما بترجعش تطلع ما بترجعش، تبقى خلصت خلاص، مش عارفه تاخد نفسها. فبالك بقى ايه، ما شاء الله يعني لعيبه بره في اوروبا عندها احتراف وتركيز وبيسافروا مسافات كتيره، والتركيز عندهم الريكفري كويس والتركيز وبيركزوا وبيتدربوا. مش عندنا في الوطن العربي ومصر بالذات احنا ايه، لو واحد سافر قرية جنب البلد يقول لك انا تعبت انا المفروض بقى لو في صيام لا انا افطر، احنا على سفر، هو مش في رخصة بس انت برضو انت حاجة قريبة، احنا ايه بنبالغ جامد احنا الشعب العربي والمصري بالذات. فدي كانت حاجه. الاهلي بالنسبه لي التشكيل احسن تشكيل يبتدي بيه ده من وجهه نظري. يبتدي بالشناوي، هيلعب باك رايت محمد هاني، اشرف داري جنبه مصطفى العيش او ياسر ابراهيم، وهتلعب باك شمال بقى ممكن تلعب بيحيى عطيه الله، او ممكن تحط حمدي فتحي ويبقى ايه ياسر ابراهيم ومصطفى العيش واشرف داري، او تشيل واحد منهم تحط حمدي فتحي، وقدام تحط مروان عطيه ومحمد بن رمضان، ممكن تحط محمد بن رمضان مكانه، ممكن تحط حمدي فتحي، ومعاهم قدام تحط امام عاشور، ويمين زيزو، وشمال تحط تريزيجيه، وهتحط قدام وسام بن علي لو جاهز، لو مش جاهز تحط اشرف بن شرقي. ده التشكيل من وجهة نظري. يعني انت هتلعب 4-3-3 بس طبعا في الملعب تكتيك بيختلف. يعني انت بتلعب ب4 ورا، انت لو لعبت باك يعني ايه يحيى عطية الله ممكن تلعبه باك شمال، ممكن ما تلعبوش اصلا، تبقى تلعب ب3 ورا، محمد هاني هيضم في نص الملعب وتلعب ب3 ورا. هتلعب مين؟ هتلعب ياسر ابراهيم، اشرف داري، وتلعب مصطفى العيش، او تشيل واحد منهم وتحط قدامه، وتحط 2 قدامهم حمدي فتحي، وقدامهم هيبقى ايه مروان عطية ومحمد هاني ناحية اليمين، وعندك هيبقى مين تاني؟ هيبقى عندك محمد بن رمضان وامام عاشور. فده هتبقى تشكيلها ايه متوازنة. وقدامها هتحط تريزيجيه
وناحيه الشمال وزيزو ناحيه اليمين، وقدام وسام او اشرف بن شرقي. لان الماتش ده انت محتاج زيزو وتريزيجيه الاتنين بيجروا بدنيا، فيهم صحه يعني ايه، بيعرف يرجع يدافع ويعرف يهاجم في سرعات مش بيتعب. فده انت هتحتاجه، وبيعرف يعمل تحول هجومي، فانت هتحتاجه في ماتشات كاس العالم للانديه كلها. فبالنسبه لي ده تشكيلي، اكتب لنا تشكيلك برضو في كومنتات تحت. ده التشكيل ده من وجهه نظري. كل التوفيق للاهلي، اهم حاجه التركيز وما بتعملش اخطاء من بره ال 18. ان اي كره ثابته من بره ال 18 او من بعد نص الملعب بشويه دي زي ضربه جزاء كده لانتر ميامي. ميسي مش بيهزر في الكور دي. طبعا ميسي انت مش هتعرف تمسكه خالص، يعني انت بتحلم. وميسي اصلا انت لو بتركز عليه هو بيفضي مساحه للعيبه التانية. اهم حاجه تدافع منظم، تعرف ايه تقفل خطوطك الى حد ما، وتعرف تطلع بالهجمه، يبقى فيها هجمات، ما تبقاش راجع كله ورا. لازم يبقى فيه تحول وهجمات، تعرف ايه تستحوذ شويه على الكوره، تعرف تطلع بالهجمه، ما تسيبلهمش الكوره على البحري. يعني الكوره من ميس باص ما يبقاش كتير، لازم تحافظ على الكوره على قد ما تقدر. طبعا هم هيستحوذوا اكيد وهيمسكوا كل حاجه، بس انت ايه قد ما تقدر تبقى ايه عارف تتحكم في الكوره، الريتم بتاعه ما تسرعش. هم لو سرعوا الريتم علينا، ما معناش كبار في السن وكل حاجه، بس ممكن في ثانيه يخلصوا علينا 3-4. فانت ايه لازم ايه تهدى كده وبالراحه، واللعيبه ما تخافش، تلعب عادي، ماتش عادي، ما تخافش تلعب، تبقى عايزه تكسب تمام، تهاجم، اهم حاجه تهاجم، ما تبقاش كله دفاع. فده مهم جدا للاهلي، والتوفيق للفرقه العربيه والاهلي. طبعا تذاكر الافتتاح، ماتش الافتتاح دي تذاكر اسعار خياليه. تذكره كنت ببص على التذاكر، اقل تذكره ب 2500 يورو طبعا عشان ماتش الافتتاح. ما اعرفش، في ناس قالت في تذاكر تانية ب 300 يورو والحاجات دي، بس برضو ايه اسعار كتيره غاليه بصراحه يعني. بس كده كده اللي هيتفرج على كاس العالم الانديه او بيروح كاس العالم عامه اكيد بيدفع فلوس يعني ايه كتير. اكيد هو اصلا يعني ايه واحد معاه فلوس، يعني مش اي حد بيروح يتفرج على الماتشات. طبعا احنا عارفين يعني الاسعار بتبقى ايه، البطولات الكبيره دي بتبقى الاسعار غاليه، بالذات في ماتشات الافتتاح وماتشات ربع النهائي ونصف النهائي والنهائي بتبقى اغلى حاجه. لو في ماتش الافتتاح وماتش نص النهائي والنهائي بيبقوا اغلى اسعار تذاكر. طبعا ميسي، طبعا انت بتتفرج على نجوم العالم، فميسي موجود، فاكيد تذكره هتعدي. طبعا دي اقل تذكره شفتها ب 2500. في تذاكر واصله ل 8000 يورو، يعني صباح الفل، اسعار نار. وبايرن ميونخ بيستعد لكاس العالم للانديه، وكان نوير بيتكلم عن اللي هو سعيد يشارك في كاس العالم للانديه، واللي هيشارك مع بايرن ميونخ في كاس العالم للانديه وعايزين ينافسوا على البطوله. وكان بيقول في انديه متألمه اللي هي مش هتشارك في كاس العالم للانديه. فانت قصدك ايه بالكلام ده يا وقت؟ انت قصدك ايه؟ برشلونه نفختكم الموسم ده، مش عايزين نتكلم بقى. برشلونه راجعه قادمه بقوه، هتنيم اوروبا من المغرب. المواسم القادمه لبرشلونه باذن الله هتنيم اوروبا من المغرب. قصدك ايه يا وقت؟ طبعا ماتشات كاس العالم للانديه هي بطوله مهمه بنظام جديد اللي هو 32 فريق عاملينه بنفس نظام كاس العالم للانديه الكبير. وطبعا الموسم لسه منتهي وانت داخل في بطوله جديده، فاللعيبه اكيد برضه هيبان عليها الارهاق والتعب اللي اللعيبه برضه ايه الموسم دي اصلا الفتره دي كان بياخدوها راحه اجازه، فانت تلعب بطوله وتشارك. فاللعيبه برضه من وجهة نظري الفرق مش هتقدم اقوى حاجة، هيبقى برضو ايه تعتبر كده ايه استعداد لموسم جديد، بس انت كده بتلحم موسم في موسم. يعني الفرقة برضو ما ريحتش، الفرقة كلها لم تقوم بالراحة، محتاجة بقى راحة وكده، فدي هتأثر عليهم في الموسم الجديد ممكن. اعتقد البطولة مش هتبقى يعني البطولة هتبقى قوية، بس الفرق بدنيا مش هتلاقي اغلب الفرق مش هتقدم اقوى حاجة، دي نهاية موسم اصلا يعني. طب التوفيق لكل الفرق، ونشوف بطولة كويسة بإذن الله، ونشوف ان شاء الله الميركاتو الصيفي مكمل معانا واستعدادات للموسم الجديد موسم 2026. فبس لو وصلت للنهايه وعجبتك الحلقه ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب، تفعيل جرس التنبيهات، تابعني على السوشيال ميديا، لينكات في الديسكريبشن، واشوفكم في حلقه جديده. سلام.